السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا، والنهاردة عندنا قصة شيقة. روس يا جماعة. هندردش لكم على روس شوية ونشوف بقى روس دوت ايه قصته بالظبط، ووصل لغاية كده ازاي، ومراحل تطوره. خلينا أول نتكلم على موريس روس. سنة 1905 اتولد شاب لطيف اسمه موريس روس في بروكلين نيويورك. عم موريس روس دوت خلص الهاي سكول بتاعه وقال لك انا مش دارس جامعه، انا كده 100 فل و14، انا ايه، انا انطلق واعيش حياتي وشبابي. خلص تقريبا نقول عنده مثلا 18 سنه و5، يعني حوالي 23 سنه. سنه 1923 24 قال لك انا ايه، انا اروح اعيش في كاليفورنيا. كاليفورنيا دي جنان. يلا بينا ندخل جوه نكمل القصه الشيقه بتاعتنا. نكمل يا جماعه القصه بتاعتنا. 1923 اتنقل، قال لك بقى انا هروح اعيش حياتي ونطلع على كاليفورنيا، فاختار سان برونو في كاليفورنيا. الولد ما كملش تعليمه، معاه ثانويه عامه. احنا بقى بنحكي القصص دي عشان نشوف العالم اللي عملوا المليارات ديت والملايين نجحوا ازاي في حياتهم يعني. تمام. وعملوا الفلوس دي ازاي ان شاء الله، يعني ربنا يرزقنا كده ونعرف هم عملوا الفلوس ديت ازاي، يعني يمكن ربنا يرزقنا زيهم. المهم، طلع عم سان برونو، وطلع على سان برونو عاش فيها واشتغل في التجزئة يا جماعة. مجالات التجزئة ان هو يبيع في محلات، معرفش ايه كده يعني. الولد كان متميز جدا، شاطر، بيعرف يقرا الزباين. لكن ما ترقاش، طبعا ما ترقاش لان هو يعني ما معهوش تعليم عالي. بصوا احنا هنشوف، نمر على البرودكتس برضو كده، نتفرج على الاسعار بتاعتها واحنا بنلف وبنحكي قصة روس. تنسوش يا جماعة كمان صلوا على رسول الله، تشتركوا في القناة. خلاص. المهم، فضل يشتغل من 23 24 وهو عنده 24 سنة لغاية لما بقى عنده 45 سنة. سنة 1950 قرر ان هو يفتح محل ليه. قال طيب ماشي، انا ليه ما اخدش البواقي بتاعت المحلات الكبيرة واعمل لها ديسكاونت واسميها ديسكاونت ستورز، يعني اعمل محل مخصوص يبقى فيه البراندات ويبقى ديسكاونتد، يعني باسعار مخفضه. يعني مثلا زي ما احنا شفنا كده الكاب البومه دوت او اي بنطلون. بصوا الجس دوت مثلا اهو، دوت جس بكام؟ بيحط السعر الاساسي بتاعه، ادي التيكت بتاع جس، عليه سعر، عليه سعر 128. راس بايعه بكام؟ نشوف راس بايعه ب30 اهو. فدلوقتي ده ديسكاونت، ده ديسكاونت ستور. ليه؟ لان السعر الاساسي 128 وهو حاطط عليه 30. فقال انا ليه ما اعملش محل كده؟ ودي كانت اول فكره المنتجات الديسكاونت يا جماعه. خلاص. الواد شاطر ذكي، عارف يقرا السوق، عارف ايه اللي السوق محتاجه، ولقى جاب. يعني في الماركتنج احنا بنقول لقى جاب، اللي هو لقى فرصه، فرصه وفي حاجه جديده محدش عملها قبله. فتح المحل وعمل شغل كويس. من 1950 كان عنده 45 سنة ساعتها. فخدوا بالكم، اللي يبقى عنده 45 سنة ما يقولش أنا عجزت وكبرت وبيطلع على المعاش في بلادنا. لا لا، ده ابتدى 1950 وهو عنده 45 سنة. حلو. المهم، فضل يتوسع عم موريس روس، ومن 1950 لغاية 1980 82، يعني بعد 33 سنة، صح؟ 33 سنة أو خلينا نقول 30 سنة مجازا. كان هو عنده كام؟ 75 سنة. في خلال ال 30 سنة اللي اشتغلهم في المتجر بتاعه وصل ل 20 فرع، فتح 20 محل راس. تمام. جت سنة 1982 مين اللي التفت للموضوع دوت وديسكاونت ستورز ومعرفش ايه، وبعدين البراندات كترت. والبراندات لما بتكتر بيبقى فيه كمان حاجات كتير جدا ما اتباعتش وعايزين يصرفوها. هيصرفوها فين بقى غير عن طريق الديسكاونت ستورز ديت اللي هي زي روس؟ كان في حاجة زي روس؟ مش عارف، بس ما اعتقدش. المهم، جم مجموعة مستثمرين كبار راحوا لعم الحاج موريس روس، كان عنده ساعتها 75 سنة. قالوا له بص يا معلم، احنا هندخل معاك ب 51% او اكتر شوية، وندي لك لوكشة، تطلع انت بقى كده على المعاش ومبروك عليكم وزي الفل. كام؟ 100 مليون دولار.
خد موريس روس 100 مليون دولار واتباعت روس لمجموعة المستثمرين تقريبا اللي خدوها من 1982 للنهاردة 2026. واصل كم فرع محلات روس؟ واصلة 1795، نقول 1800 فرع. روس واصلة دلوقتي ل 1800 فرع. تمام. في كام ولاية؟ منتشرة في 43 ولاية، غير بقى الحاجات اللي حوالين أمريكا، بورتوريكو مش عارف إيه، جوام، الحاجات اللي هي تبع أمريكا دي كمان منتشرين فيها. تمام. كام بقى بيبيعوا؟ بكام القصة ديت؟ انتوا قولوا. بيبيعوا ب21 مليار دولار سنويا. راس ده كمان انا اعتقد ان هو قبل كده كانوا بيبيعوا باكتر من كده، يعني هم يمكن دلوقتي اللي المبيعات بتاعتهم ممكن تكون قلت شوية او حاجة. ديت قصة راس. طبعا دلوقتي اتطرحت في البورصة، بقى في مستثمرين اكتر بيشتروها، يعني مستحوذين على نسبة كبيرة فيها. تقريبا موريس روس ملهوش غير يمكن لو عنده أسهم هتبقى أسهم بسيطة جدا، بعد طبعا لما نزلت في البورصة وتم الاستحواذ عليها. ناخد عبرة يعني الحقيقة من القصة ديت، ان العمر مش حاجز أبدا قدامك. موريس روس ابتدى حياته وهو عنده 45 سنة. خلاص. موريس روس كان طالع بثانوية عامة، ولا جامعة ولا حقوق ولا تجارة ولا أي حاجة خالص. طالع من ثانوية عامة الراجل، واشتغل وكافح ووصل للي هو وصل له دوت. فربنا يوفق الجميع. هنعمل لكم حلقات عن الأسعار في راس، من اللي هتبقى يعني أكتر من حلقة أو حلقتين. هو مش كبير قوي المحل، بس عنده حاجات لطيفة ممكن نتفرج عليها وإن شاء الله تعجبكم. كان معكم محمد من حكاوي من أمريكا. ما تنسوش يا جماعة صلوا على رسول الله وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.